ده الجزء السادس من سلسلة الخداع البصري. أول صورة الفيل بيرش مية على الولد الصغير ومتعلق فوطة على العاج بتاعه، تحس كده إن هو فعلا خارج بره اللوحة. صورة تانية ثلاثية الأبعاد لثلاث أصدقاء وكأنهم طايرين في الجو فوق مصباح علاء الدين. بصراحة فعلا فنان اللي رسم الصورة دي. أجمل لوحة بقى بتاعت الكوتشينة. أول ما شفتها حسيت إن البنت فعلا واقفة قدام ممر حقيقي، لكن الواقع إنها رسمة على الحيطة. اللوحة دي أنا مش فاهم فكرتها خالص. أما الراجل الياباني ده حاطط إيده على الرسمة باين فيها كأنه خارق للطبيعة ومكسر الدنيا كلها حواليه، حاجة كده زي الأفلام الهندي. لوحة كمان لعالم البحار والأسماك والجو ده. المهم يعني الطفلة اتصورت بوضعية وكأنها بتبوس أو بتقبل السمكة. الحبل اللي في الصورة ده رسمة هو والخيال أو الظل بتاعه. الست حاطة إيديها على الحيطة جنب الحبل وباينة زي ما تكون اصطادت خيل منهم. دي آخر صورة معانا النهاردة لحسام بيجري. لو لاحظت هتلاقي نص اللوحة على الحيطة وباقيها على الأرض، بحيث يعني يديلك منظر أكثر واقعية. الفيديو كده انتهى، وكالعادة لو عجبك شجعني باشتراك ولايك، وما تنساش تقولي رأيك دلوقتي في التعليقات. شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك، واستنى مني المزيد الفترة اللي جاية. سلام.